اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. تعالوا نشوف ازاي عملنا يعني اقول ايه سندوتشات. هي تعتبر زي سندوتشات كده، ارغفه كده، من الحبه الكامله. برضو هو مزيج بين الدقيق الابيض والحبه الكامله، بس الحبه الكامله اكتر شويه، ومحشي كده بلحمه كده، بس هي متعصجه، مش انا عاملاها نيه جوه العجين، لا انا عاملاها. هقول لكم ازاي والسبب ايه. بصوا جميله ازاي، طعمها ولا ريحتها يا جماعه مش قادره اقول لكم طعمها تحفه تحفه بجد، حكايه كده. يلا جربوه وتعالوا اقول لكم هنعملها ازاي. هنا جبنا العجان بتاعنا، ممكن تعمليه على ايديكي عادي جدا، مش بيحتاج خلط كتير. كوبايه ميه وكوبايه لبن، ما عندكيش لبن عادي ممكن ميه، ممكن تضيفي عليه معلقتين لبن بودر لو عايزه، او كوبايه زبادي. ضفت كده عليه كده يا دوب ربع معلقه سكر، على نص معلقه ملح، وكيس خميره فوريه. باكت كده معانا، يعني مقدار كده معلقه صغيره من الخميره الفوريه، احنا الجو الحر. هنا معايا 2 كوب نفس المعيار من الدقيق الابيض، وهنا 2 من الحبة الكاملة زي ما بقولك كده. بس هنحتاج كمان كوباية، يبقى انا كده احتجت على كوباية اللبن كوباية المية، 2 دقيق ابيض، و3 دقيق الحبة الكاملة. يبقى هنا مضاعفة الكمية، مزودة عن الدقيق الأوس، حتى لونه باين جدا ان دي الحبة الكاملة هو اللي غالب على المقدار. وخلاص كده هنا، ومعلقه زبده، وخلاص عجناهم وسبتهم يعني ربع ساعه كده بالكفر في الطبق، وخرجتهم على المفرش بتاعنا، وهنبدا نفرده كده رول، وبعدين اقطع بالقطاعه لأرغفة متساوية زي ما انت عايزة تصغري، عايزة يعني هو افضل بيبقى شكله كده زي عارفة الرغيف كده الفينو اللي بتجيبيه من بره. انا عملته نفس المعيار كده بالظبط. تمام. هنا طبعا بدأت كده يعني اعمله كده دواير متساوية على قد ما تقدري، واسيبه كده يعني مفيش دقيقتين كده يا دوب، يعني واخد من اول واحدة عملتها. طعمه حلو جدا، وعايزاكم لايك وشير معايا عشان الكل يقدر يستفيد. انا كان هنا عندي يا جماعه هقول لكم، كان عندي كنت عامله عصاج يعني عامله كميه، وكانت بقى مقدار معايا، شلته في الباكت او في علبه في الفريزر لحد ما احتاجته في اليوم ده. محتار اعمل غدا ايه، طلعته هنا معايا، او شوف اهو هو متعصج معايا. فلفل عملته تشويحه على الصاج كده، في الطاسه، والزيتون. بعمل تشويحه الفلفل ليه؟ يعني بقلل نسبه السوائل. احنا عارفين الفلفل بيبقى فيه نسبة سوائل كتير، عشان ما ينزلش جوه العجينة بتاعتي المية. جبنا الصاج وعليه معلقة زيت، ودهنا بالفرشة وهبدأ أرص زي ما انتم شايفين كده. عايزة تعمليه مثلثات، عايزة تعمليه تروليه كده زي الرغيف الفينو، مفيش أي مشكلة خالص. افردي وضيفي الحشوة بتاعتك واقفليها. أنا ما حبيتش أضيف الجبن، قلت لا أنا عايزاها كده زي رغيف اللحمة بتاع بره، طعمه والله حلو قوي قوي قوي. مع الحبة الكاملة برضو الدقيق هنا برضو ليه عامل برضو مساعد، بيبقى حلو وصحي برضو، مش بيبقى دسم قوي. ومعلقة زبدة مش اكتر من كده. بصوا اهو عملناه رول زي الرغيف الفينو بالظبط، زي العيش الفينو اللي بتجيبيه من بره. طعمه تحفة، وعايزاكي تجربيه وتقولي رأيك فيه ايه. طبعا حلو جدا، وحاجة كده في البيت، واختصار وتوفير والزنقات. طبعا انا كنت مش عارفة اعمل ايه في اليوم ده، فاضطريت اطلع اللي فكرت، لقيت ان في كيس فيه لحمه عصاج، واهو ده هندهنه بقى صفار البيض، وعليه بقى يعني انا ما رضيتش احط الفانيليا عشان خاطر حطيت عليه قهوه سريعه الذوبان، وببدا ادهن والفرن بتاعي شغال على درجه حراره 180، وبالفرشه كده، وبدهن بيه الارغفه بتاعتنا. جميل جدا، مش مدي طعم حواوشي، عشان يعني لا مش حواوشي، لا بعيد شويه عنه. حسيت ان طعمه مختلف غير الحواوشي انا بحب اضيف الحواوشي وهو اللحمه بتبقى مش متعصجه، بتبقى لحمه نيه، عشان يدينا الطعم التيست بتاع الحواوشي. شويه بقى حبه البركه كده، او شويه سمسم زي ما بتفضلي او زي ما بتحبي في البيت. ويا دوب كده 10 دقايق كده على جنب قبل ما تضيفيه في الفرن، وبيبقى خلاص كده العجين رفع معايا، والارغفه بتاعتي خلاص جاهزه على التسويه، وطلعت تحفه اهي. ودي المخلل اللي احنا كنا عاملينه مع بعض، اللي هو البصل السريع،
مع الجزر والتشكيله احنا كنا عاملينها. مفيش اسهل واسرع من كده يا جماعه. بصوا اللون والطعم، شوفوا اللون شكله طبعا هو طالع، بصوا يعني هو سخن مش قادره يعني، جميل جدا ولونه حلو قوي وريحته كانت ماليه المكان. يلا الف هنا وشفا، عايزاكم تجربوه وتقولوا رايكم فيه ايه. اكله الحر والصيف مفيش اسرع ولا اسهل من كده. يعني مش هقولك ربع ساعه، يعني مش هياخد معاكي وقت، هو ربع ساعه تخمير على ربع ساعه شغل، على مفيش على ربع ساعه في الفرن يا دوب. والف هنا وشفا، باي باي.